وصفة النهاردة بقى ما يختلفش عليها اتنين، حاجة كده اللهم بارك زي العسل. تعالى اقولك انا النهاردة عملت ايه. اول حاجة نزلت بمعلقتين من الزيت واستنيتهم لحد ما سخنوا معايا، وبعد كده نزلت باللحمة المفرومة. بدأت اللي انا اشوح فيها بالشكل دوت كده لحد ما لونها كده يديني اللون اللي هو اللون الرمادي، هتشوفيه دلوقتي. ايوه هو اللون دوت. بعد كده نزلت ببصلايه كده حلوه، وطبعا البصلايه بدات اللي انا اقلبها مع اللحمه كويس جدا لحد ما البصلايه بدات اللي هي تدبل معايا. نزلت بمعلقه فلفل اللي هو هريسه الفلفل الرومي مش الفلفل الحراق. طبعا بعد كده قلبتهم مع بعض كويس جدا، وكنت محضره معايا جزرايه وفلفلايه، بس الجزر هنا انا بشروه. قلبت كله مع بعضه، والفلفل اللي انا استخدمته فلفل رومي. بعد كده احط نص معلقه صغيره من الملح، وزيها فلفل اسود، وزيها بهارات لحمه. لو مش متوفر عندك بهارات لحمه استكفي بالملح والفلفل. هحضر بقى معايا معلقتين كبار من صلصه الطماطم المعلبه، وهحط نص كوبايه من الميه، واقلب الكلام ده كله مع بعضه، واسيبه كده على النار لحد ما اللحمه تستوي والطماطم كمان تتسبك معايا. في الوقت دوت كانت خلاص بقت معايا تمام. تعالي نجري بسرعه نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. معلقتين بقى من السمنه سيحتهم كويس جدا، ودهنت الصينيه اللي انا هستخدمها، والصينيه دي مقاس 30. ورقه الجلاش هبدا اللي انا احطها بالشكل دوت كده. لو انت عايزه تقطعي الاطراف اقلبي الصينيه وقطعي الاطراف، لكن هي الاطراف ما بتعملش اي حاجه خالص، ما تخافيش. بس حاولي كل ما تيجي تحطي ورقه ما تحطهاش على اللي انت عاملاها، تخريها كده شويه علشان خاطر بس تبقى عكس اللي انت عاملاه. اكيد فهماني طبعا. بين كل ورقه وورقه هندهن بقى دهنه بسيطه من السمنه. وعايزه اقولك اللي انت تقسمي ورق الجلاش، يعني تخلي النص من تحت، يعني تعديهم لو هم 10 يبقى تحطي 5 من تحت وفي النص اللحمه، وبعد كده بقى الخمسه التانيين. هنا خلاص فردت اللحمه بتاعتي، ومعايا بقيه ورق الجلاش هحطه بالشكل دوت كده. وطبعا بين كل طبقه وطبقه بندهن سمنه بسيطه جدا، بس اهم حاجه اللي انت تدهنيها كويس قوي بالشكل دوت كده. طبعا عايزه اقولك الجلاش بتاعنا النهارده مختلف تماما عن اللي انت بتعمليه. جربي بس الطريقه ديت، ما تحطيش البيض واللبن دلوقتي، هقولك تحطيهم امتى. نبدا بقى اخر ورقه خالص نقفلها بالشكل دوت كده. معرفتيش تطلعيها بحرف المعلقه كده هتطلع معاكي بكل سهوله. وكده اقدر اقولك ان اللفه بتاعتنا بقت تمام قوي. صينيه الجلاش بتاعتنا اخر قلاجه. هنقطعها بقى بالشكل دوت كده، وطبعا ليكي حريه الاختيار في التقطيع. هدخلها بقى على الرف الوسطاني، بس هنزل الشبكة تحت شوية، وهشغل النار من تحت. بس هقطعها بقى بالشكل دوت، وادهنها بقى دهنة بسيطة كده من السمنة. مش هحط سمنة تاني خلاص. كده بقت معايا تمام. هدخلها بقى الفرن، وتعالي نحضر التكاية بقى اللي هقولك عليها. معايا كوباية من الحليب، والحليب ساقع. حطيت عليه رشة ملح ورشة فلفل اسود، هقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل ببضاية واقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما اتاكد ان البضايه اختلطت باللبن. هنا كان خلاص بقى الصينيه بدات اللي هي تتحمر معايا بالشكل دوت. هطلعها من الفرن، احط عليها الحليب واللبن وادخلها تاني الفرن. التكايه ديت بتفرق جدا في الطعم، غير خالص اللي احنا كنا متعودين عليها، اللي انت تحطي كله على بعضه وتدخليها الفرن. لا، دخليها الاول واستني كده ما تاخد نص سوا، وطلعيها اسقيها باللبن والحليب، ودوقي بقى وكلي احلى جلاش باللحمه المفرومه. طبعا تقدري تستبدلي اللحمه المفرومه باي حشوه انت تحبيها. هدخلها بقى الفرن وهوريها لك دلوقتي وهي في الفرن. بصي كده ده شكلها وهي في الفرن، بسم الله ما شاء الله. بتبدأ اللي هي تتنفخ معايا بالشكل دوت، علشان خاطر سايقينها كويس جدا من اللبن والحليب وكمان السمنة. ده شكلها بعد ما طلع. انا ما شغلتش الشوايه، هي بسم الله ما شاء الله مش محتاجه شوايه ولا اي حاجه. مقرمشه من بره وطريه من جوه، طعمها حلو جدا، اللحمه مظبوطه، كل حاجه فيها مظبوطه، مورقه زي ما انت شايفه. استناكي تجربيها ان شاء الله باذن الله على سفرتك في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين.